السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الجاتو. المقادير اللي معانا: 175 جرام من الدقيق، 4 بيضات، 150 جرام من السكر، 25 جرام من النشا، ذرة من الملح، فانيليا، ربع معلقة صغيرة ملانة بيكنج باودر، معلقة من الخل، تلت كوباية من المية، معلقة ملانة صغيرة من محسن الجل. هنجيب بقى العجان بالمضرب السلك وهنحط كل المقادير دي على بعضها. احنا حطينا هنا البيض والسكر والميه والفانيليا وذرة الملح، هنا الدقيق والنشا والبيكنج باودر، ومعلقة الجل. هنضيفهم كلهم على بعض ونحطهم في العجان، وبعدين نضربهم الاول على السرعة الاولى لحد ما يتلم العجين، ونساعد بيه طبعا بالاسباتيولا ولا اي حاجة ننزل من الجناب كده ونساعد بيه. بعد كده هنبدأ نرفعه على الدرجة التانية شوية، وبعدين نرجع نرفعه تاني على الدرجة التالتة اللي هي السرعة التالتة، ولحد ما يبيض اللون بتاعه. كده انا رفعته بقى على السرعة التالتة، لاننا نضرب فيه لحد ما يستوي ويعني وينزل كده، يبقى ينزل بصعوبة ويدي علامة، ما ينزلش لتحت وينزل لتحت بالشكل ده. معانا بقى مجهزين صاج 30 في 40، دي مقادير كلها صاج 30 في 40. لو انت هتستخدمي سبونج هي حوالي 350 جرام، لو انت عايزاه اعلى شويه من كده اعملي 400 جرام اللي هو السبونج الجاهز. كده هندخل الصاج على درجه حراره 200 لمده من 8 ل 10 دقايق، وما نزودش عن كده علشان ما ينشفش مننا، ان ده طبقه رقيقه جدا. كده هم بعد ما طلعوا، انا عامله مقدارين، بعد ما طلعوا هنغطيهم بفوطه ونسيبهم لحد ما نيجي نشتغل بيهم. انا سبتهم لتاني يوم. هنا هعمل بقى شربات اللي انا هسقي بيه الكيك. خفيف، انا عامله كوبايتين سكر لكوبايتين ميه مع عصره نص ليمونه وشويه فانيليا. في عندك عسل جلوكوز ممكن تحطي معلقه، مفيش مش مشكله. بالنسبه ده للحشو، ربع كيلو من الموس فراوله، معاه 200 جرام من الكريم شانتيه الخام، حط عليهم معلقتين كبار من السكر البودره، بحطهم ميه، بضربهم بقى بميه حبه بحبه لحد ما يتجانسوا خالص مع بعض، واخد القوام اللي انا عايزاه. ما بحطش ميه نوبه واحده علشان ما يخفش مني وفي الاخر تبوظ مني الكريمه. هنيجي بقى اللي نشتغل في الكيكه. هنقشر الوش بتاع الكيكه ده، لان الوش ده كله بيبقى فيه زفره البيض، ولما تيجي تاكليه كده في البق بيبقى طعمه مش لطيف، تحس ان في حاجه كده مش لطيفه تحت اسنانك. فده افضل ان انت تشيلي وشه وبعدين تسقيه، وانت بتشيلي تشيلي بالراحه جدا علشان ما يتكسرش منك، لان هو مش بيبقى، هو بيبقى طري بس ممكن يروح مكسور منك وانت بتشيليه، فبتشال شويه بحذر يعني. هنيجي بقى في الصاج التاني هنعمل فيه نفس الطريقه، ونقشر الوش بالشكل ده. هنيجي بقى نسقيهم، وهي هتشرب كتير، فنخلي بالنا وخصوصا على الحواف. وبعدين نحط الكريمه اللي احنا عملناها. انا حطيت الكريمه كلها ما بين الطبقتين، حطيت كل الكريمه اللي انا ضربتها دي عشان تاخد طبقه عاليه، لان انا عندي سمك الكيك رفيع، فحطيت الكريمه كلها. وبالظبط ده كده هنساوي بالشكل ده. وهضرب كمان كريمه بيضه للوش، حوالي 100 جرام كمان ولا 150 جرام من الكريم شانتيه كمان ضربتهم للوش بالشكل ده. هزويه بقى واعمل فيه التعريجات دي، لان انا هحط عليه من فوق جيلو فراوله وجيلو مانجا. التعريجات دي تحت الجيلو فراوله وجيلو مانجا بيدي شكل حلو.
بالمشط كده، ورحت عاملاها. وبعدين قسمتها 2 ومشيت عليها بقى بجيل الفراولة والجيل المانجا الموجود من عند اي مستلزمات حيوي بالشكل ده. وبحذر بقى عشان ما يدخلوش اللونين على بعض بالشكل ده. بعد كده بقى نبدأ نقسمها ونسويها. يعني انا التسوية عندي بعافية شوية، بس الحمد لله طلعت معقولة نوعا ما يعني، الحمد لله. بالشكل ده. وقطعت الحتة الأخيرة 2 مربعين، ما خدتهمش بالطول بالشكل ده. بعد كده هرفعهم بقى في علبة ولا أي حاجة لحد ما نيجي نستخدمهم إن شاء الله عشان ما ينشفوش بالشكل ده. بحطهم في الورق بتاع الكب كيك، واروح حطاهم في قلب العلبة عشان اغطيهم عشان ما ينشفش مني بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وان شاء الله تعملوه احسن من كده بكتير، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. كده بعد ما خلصنا الكمية كلها ورصيناها في العلبة، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، وعلى الله ينول اعجابكم. ومتنسونيش في اللايك والاشتراك، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.